زرعه كان زرع ده ماشي بالعافيه، والله صرفنا كتير عليه بصراحه. انا كنت والله كنت احرث الارض. والله يكون في عونه الحمد يعني. لله. فما شاء الله احنا وصلنا المرحله دي، ربنا ييسره الخير وبس نتعود عليه يا رب ان شاء يا رب الله. الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله النهارده احنا في مزرعه هنا فول بلدي. عملنا معاملتين جوكر وهنشوف النتائج مع بعض بفضل الله تعالى. طبعا معانا الحاج محمد صاحب المزرعه، هيحكي لنا على نتائج الجوكر معاه وهو عمل ايه معاه في العقد وعمل معاه في تزهير. ازيك يا حاج محمد؟ الله يرضى عليك. اخبارك عامل ايه؟ تمام؟ الله يسلمك. طبعا احكي لنا، طبعا انت اكتر واحد هتعرف تفيد الموضوع كله يعني. طبعا الفول احنا تعاملنا بيه من سنتين بالجوكر يعني. تمام. تعاملنا على الفول. اللهم بارك. يعتبر اللهم لا حسد، يعتبر افضل صنف عقد لعند الوقت. ما شاء الله. تمام. السنه دي في مشكله حصلت في النزول عندنا هنا. يعني كذا واحد جاني خد مني جوكر للفول. الناس لعند نص الفول كده يا عم محمود السنه دي ما عجبتش عنده. يعني طبعا انا عاوزك تبص تعالى هنا. تعالى تعالى كده مصطفى. تعالى مصطفى. صور كده. بس احنا كده بدينا اهوت يعني. مش احنا بصوا يعني احنا فتحنا شجره اهي. بصوا التسلسل بتاع العقد هنا. بص من تحت، من الجدر طالع من تحت من فين اهو. بص العود التاني بص برضه. بص وده جاي متاخر، ده طالع، دي طالعه ولده من تحت اهي، دي طالعه متاخره برضه. بص تسلسل العقد هنا ورا بعضيه. احنا كده رشينا مرتين يا عم الحاج صح؟ 150 و200 جرام على موتور 600. موتور 600. وكنا بنرش خطين صح؟ خطين. تمام. يعني بص ما شاء الله من الاول العفر لاخر. تعفير مش بنغسل غسيل، خلي بالك. كمان عشان الظهر. العفر تعفير انه ايه برضه عشان فول ضعيف مش عاوز رش عشان ما يكسرش العودان. تمام. لكن هو بفضل الله يعني النتائج، انا فاكر من سنتين كنا بنقول الفول اتكسر، كان في اخر الموسم كنا بنقول اتكسر صح من كتر الحمل. بص على منظر تاني اهو. طب تعالى اهي فتحنا شجره هنا. بص منظر تاني ثلاثه. بص تعالى صور ما شاء الله اللهم بارك. بص هنا دي. يعني جيب ثلاثه اربعه دول مع بعضهم. بص هنا كده. بص جوا هنا ناحيه ده. شايف ازاي؟ بص ما شاء الله اللهم بارك. تبص تبارك الله في الوضع ده. بص كده تسلسل. بصوا لغايه القمه فوق شغال. وده عاجد. ده عاجد. الاضافه ده عاجد كله. بص ده عاجد. كل اللي باقي فيه، اللي ظاهره فيه ده عاجد. بص ما شاء الله اللهم بارك من اول الجدر من تحت. ده احنا بنتكلم النهارده السنه دي جو برد كمان. خش على العود اللي بعده. جو برد كمان السنه دي. الوضع السنه دي كان صعب خالص في العقد. المنطقه اللي احنا بنصور فيها دي منطقه تبع الشرقيه، في مشكله فيها في العقد. بفضل الله تعالى هنا ما فيش مشكله. فول البدر كان فيه مشكله. مشكله فعلا. بصوا ما شاء الله يعني ربنا يبارك الله من اول لاخر. هنا طبعا ده كله عشان طلع ولده، طلع متاخر العقد بتاعها شويه. بس برضه في عقد كل بينه وبين يعني. بص اللي بعديه كمان هنا. بص ما شاء الله يعني ما فيش حاجه متسابه وما فيش حاجه مفوته خالص. الحمد لله. احنا رشينا بين الرشه والرشه قد ايه كده يا عم الحاج؟ والله تقول يعني في بتاع من 8 ايام ل 10 ايام. بين الرشه والرشه. من الرشه والرشه. كده احنا فاضلنا رشه اخر وخلاص على كده صح؟ رشه اخر. هنحط 150 جرام على ال 600 وكده. 150 او 200 عادي، ممكن نحط 200. يعني 150 عشان شويه الظهر اللي ارش معاه ميه دواء بياض عشان خاطر بياض دقيق وزي كده خلاص. تمام ان شاء الله. ربنا ييسر خير كده ما شاء الله اللهم بارك. عن الفول عندنا حاجه طبعا ترضي الله يعني ما شاء الله يعني. والحاج محمد طبعا بصراحه بيسمد وبيوالي، ما بيخلش على الزرع بحاجه بصراحه يعني. والله. شكرا يا عم الحاج وربنا يديك الصحه يا رب. حبيبي تسلم.